ما لجرح بميت إيلام كما قال الشاعر. الجسد ملي كيكون ميت تقطعوا تدقوا بالبراوات تشعل فيه العافيه ما كيتقصعش. الجسد امتى كيحس؟ ملي كتكون فيه الروح، وروح الامه قرانها. لا نستفيض في هذه النقطه، لا ماشي موضوع المحاضره، لكن هذا ساروت. الا بغينا الامه تعاود ترجع فيها الروح، خاص بعدا حنا كافراد يجب ان نفتح الباب لتنفخ فينا روح القران الكريم. ملي يقول لك القران هذه حلال حلال، ملي يقول لك القران هذه حرام حرام، ملي يقول لك القران هذه فريضه فريضه، كانت صلاة أو صياما أو برا بالوالدين أو حجابا شرعيا أو فريضة. كيشتف ليها، ما نقدرش نلقى لها تخريجة. لا راه الكاتب الفلاني قال لك راه واقيلا إلا أولنا هذه الكلمة غنفهموا باللي الحجاب، الكلام فارغ. ثم إذا نفخت روح القرآن في صدر العبد المؤمن انتقلت تلك الروح بمفعول العدوى الإيجابية إلى سائر الأمة، فعاشت الأمة مرة أخرى روح الإسلام. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.